السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في موضوع، موضوع النهاردة انتشر، وإنه في واحد يعتبر المفروض كان لعيب كبير، أو مفترض يعني إن هو لعيب كبير. كان بيلعب في الزمالك. يعني صدر فيديو بقى اللي هو كان بيشتم في الأهلي وكده يعني. هتلاقي برضو إن الموضوع ده في زملكاوية كتير بتأيد الموضوع، وفي يعني ناس يعتبر فئة محترمة هي اللي رافضة الموضوع ده، وشايفة الموضوع اللي هو يعني انحطاط وقلة أدب والجو ده يعني. هنتكلم عن إن النادي ده من زمان أنت هتلاقي فئة كبيرة من الجمهور، عشان ناديك حاطط عليهم تاريخيا ودايس عليهم في الملعب. هتلاقي في فئة كبيرة من الجمهور ما عندهاش اللي هي جو الاحترام والجو ده، لا عادي بتقبل بالموضوع ده. والغرابة انك تلاقي يعني البجاحة يقول لك طب ما امام عاشور كان يعني بيتكلم وبيشتم وما اعرفش ايه. طب يا ابني ده دي حاجة تعيب ناديك. يعني انت عمرك شفت لعيب عندي بيشتم في ناديك؟ عمرك مثلا شفت لعيب عندي حتى لو غلط في ناديك الجمهور بيأيده؟ يعني صباح الفل يعني. آه، وبعدين انت، ما انا ممكن اقول لك ان اللي هو رئيس ناديك السابق طلع شتمك انت واهلك، وعادي يعني الدنيا كانت ايزي وما كنتش قادر تفتح بقك. ممكن اقول لك بنفس المنطق بتاعك ده. انما انا مش هندرج للمستوى بتاعك، او مش هندرج ان يعني ابقى منحط زيك يعني بمعنى اصح. والناس اللي بتأيد دي يعني فئة مريضة، زي برضه هي الناس برضه اللي هاجمت حارس سموحة عشان طلع في اخر دقايق عايز يجيب جول علما، ويقول لك اللي هو عايز يدي الدوري الاهلي، اللي هو يعني قمه العبط. يعني الحارس ده اصلا معار من بيراميدز، يعني ايه فايدته ان الاهلي ياخد الدوري؟ اكيد عايز يفيد فريقه القديم، وعادي اي حد بيعمل كده. يعني بنشوفه في الدوري الانجليزي، عشان السبوت نفسه هيبقى قدام الفرقه دي، يبقى اسمها إن الفرقه دي مثلا اللي وقعت الفريق ده. الفرقه دي هي اللي خلت الفريق ده ما ياخدش الدوري. السبوت يبقى عليها تاريخيا. دي حاجات بتحصل عادي في اي حته في العالم. الا الزملكاويه بقى لازم ياخدوا في ذمه اللاعب ويتكلموا عنه بشكل وحش وشكل مبالغ فيه، والإعلام عندهم يقعد يتكلم في قناتهم. يعني حاجة قمة العبط يعني. كل الدعم للنادي الأهلي، ودايما الأهلي يفضل حارق ناس كتير كده، دايما الأهلي يبقى مسبب لهم شياط. كل الدعم للنادي الأهلي. السلام عليكم.